ناس رايحين للزيارة بالقطار، لكن فجأة هاي الرحلة تتحول لكابوس. السبب كان القطار عطل والزوار انحبسوا بيه وصارت حسرة عليهم الأمية. هذا اللي راح نشوفه بالحلقة الثامنة من ذكرتني. حياكم الله، انا مسلم الجبوري وهاي حقيقة سينمائية. وقبل لا نبلش الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف فيديوهات هواي. وهاي المرة مع مراجعة الحلقة الثامنة من مسلسل ذكرتني، واللي كانت بعنوان عطش. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة خط الحلقة العام، واللي يبدي مع قصة ناس رايحين لزيارة كربلاء بالقطار. فراح نشوف من خلال هاي الرحلة كل شخص ومصيبته. هذا اللي رايح على مود يطلب حاجته، واللي هي الدعاء والشفاء لوالدته اللي داخله بالانعاش. والثاني اللي راح يحلف أخوته بالإمام وبالفضل العباس عليه السلام لأن أخوته مأذينه. والثالث اللي رايح للزيارة حتى يدعو أهل البيت يهدون أبوه له وترجع علاقتهم طبيعية. فراح نشوف من خلال هاي الرحلة تناقضات كبيرة بين الشخص اللي رايح يطلب حاجته وبين آخر رايح يحتكم بأهل البيت حتى يفضون مصيبته. وكل هاي الأمور تصير بشفاعة أهل البيت وقربهم من الله. لكن فجأة تحل المصيبة على جميع الركاب، واللي هي عطل القطار في نص الطريق. ونروح للقسم الثاني من الحلقة، واللي هي لبة المشكلة الحقيقية اللي راح تصير بالقطار. فراح نشوف التبريد اللي عطل بالقطار وشلون الجو صار حار، وحتى ماي شرب وتغسيل ماكو بالقطار، وايضا عدم وجود فريق صيانه مختص بالقطار. كل هاي الامور هي اللي سببت انفجار كبير عند بعض الركاب، واللي خلتهم يتعاركون حتى مع بعضهم بسبب هاي المشكله. فيقرر احد الزوار الذهاب الى الحمام الخلفي اللي موجود بالعربه الاخيره من القطار. فيتفاجئ ويلقى قباله نص بطل ماي، فما قدر يشربه لان تذكر اكو اطفال صغار وياهم بالقطار يبكون عطش وما شربوا قطره ماي. فراح للشيخ وقال له انا بريت ذمتي من هذا الماي، انطي انت بمعرفتك لشخص محتاج او طفل صغير، انا ما عندي مشكله. ونروح للقسم الثالث والاخير من الحلقه، واللي هي لبه الصراع الحقيقي اللي راح يصير على هذا نص بطل الماي. فراح نشوف شلون النفس البشريه تنسى وتتحول لوحش بوقت العوز. فراح يبدو العراك والغلط وكانك قاعد بالغابه كل من يقول انا الاسد وانا اللي راح اشرب الماي. ونسوا ان هم رايحين لاشرف شخصين بالكون اللي هم الامام الحسين واخيه ابو الفضل العباس عليهم السلام. اما اللي ما فهم المشهد الأخير من الحلقة وكيف الزوار هدوا وقعدوا وصبروا على العطش، فكانت خطوة ذكية من قبل الشيخ اللي خلى صديق الراديود ينعى على مصيبة كربلاء وشلون العطش فتك بيهم، وذكرهم كل هاي الأمور اللي صارت هي قليلة أمام مصيبة كربلاء. فراح تشوف الزوار ينسون نفسهم ويهيمون بالقصيدة اللي كان يقراها الرادود ويبكون توبة ومغفرة من أهل البيت على اللي صار بهاي الرحلة الصعبة، واللي هي كانت رحلة امتحان الإنسان. ووجهة نظري للحلقة الثامنة كانت متروسة رمزيات جميلة مثل رمزية القطار، واللي إلى دلالة كبيرة برحلة الدنيا، واللي انوصفت على شكل قطار، ناس تصعد وناس تنزل، لكن القطار مستمر والحياة مستمرة. والأقصد بالحياة هو طريق الإمام الحسين مستمر بدون توقف. والفايز الحقيقي من الدنيا هو اللي خدم أهل البيت وتعلم بتعاليمهم. وملخص هاي المراجعة، الحلقة الثامنة حلقة قوية جدا، وأنصحكم تتركون كل شيء بيديكم وتروحون تشوفوها الآن. وتقييمي للحلقة الثامنة من مسلسل ذكرتني 8 من 10. وبالأخير إذا شفت هاي الحلقة اكتب لي رأيك جوا بالتعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف مسلسلات هواي.